أخرناك بس كان عندنا تقرير مهم الحقيقة. أنا لاحظت. وهذا هو توقيته عشان نحاول إن احنا نرسي الأمن في مصر قد ما نقدر، كل واحد من جهته يعني. طبعا. ويمكن حضرتك اديتني بشرى جميلة واحنا بنتكلم إن في عصابة مسكوها في الإسماعيلية بتاعت والله الحقيقة سيرك السيارات. عصابة كبيرة جدا الحقيقة، مجهود كبير عملته مديرية أمن الإسماعيلية الحقيقة. مسكوهم النهارده؟ مسكوهم من 3 أيام. من 3 أيام. ما أعلنوش هم كانوا يظهر، بس هم مسكوهم 3 أيام من عارف. عصابة متخصصة في سرقة السيارات بالإكراه. 400 عربية تقريبا. عدد رهيب. واتمسكوا، الشرطه مسكتهم الشرطه طبعا، كانت متربصه بيهم ومسكتهم. ده اللي انا بقول يا دكتور، يعني النهارده الشرطه وبعدين في سبيل ده بيتعرضوا لمخاطر كتير. الحقيقه فلا بد ان احنا نقف معاهم. ده 100%. مش كده؟ 100%. صحيح. 100%. طيب احنا النهارده يعني بقينا 6 اكتوبر. يعني كل سنه وانت طيب. اكيد ذكرى جميله قوي. انا عارف ان حضرتك ليك ذكرياتك كمقاتل في القوات المسلحه، ده مظبوط؟ انا اعتز بيها. قول لي كده يا دكتور. انا الاول تحقيق اعزاز واجلال لشهداء حرب اكتوبر، ويعني اخص بالذكر 2 من زملائي في سلاح المهندسين، الشهيد نقيب مهندس مصطفى موسى والنقيب مهندس عباس خميس. كانوا زملائي واستشهدوا في حرب اكتوبر. انا كنت جامعه اسكندريه، اخر سنه كانت 67، نشتغل في مشروع البكالوريوس في يونيو، وعلى فكره كان عباره عن قريه رياضيه لاقامه دوله البحر المتوسط في الاسكندريه، كانت منطقه شمال اسكندريه غرب اسكندريه. واحنا شغالين في مشروع البكالوريوس، الحرب طبعا رجعت يعني اخذوا مننا مشروعات، وقفوا المشروع ورحنا رحت على الاسماعيليه بلدي اشوف اهلي الموضوع شكله ايه هناك وكله. ورجعنا يعني بعد الحرب تكمل دي كانت صورتك في الوقت ده؟ دي كانت صورتي وانا ظابط. انا ابتديت الاول، دخلت وانا ظابط احتياط. انا طبعا يعني دخلت في صوره وانا عسكري، يعني دخلت الاول عسكري. بدات عسكري متطوع في القوات البحريه. لا مش متطوع، مجند. اوكي. كنت عسكري مجند في القوات البحريه. واول واحد قابلته في مركز تدريب بحري الكابتن سيد الطباخ. كان ملازم اول سيد طباخ ماسك الرياضه. كان نجم وقتها؟ كان نجم. كان سيد طباخ كان نجم طبعا. وقتها كان نجم نادي القناه. بس كان في القوات البحريه رياضه. واتجندنا في نوفمبر 67. اوكي. كانت المؤهلات العليا، اول دفعه مؤهلات عليا تخش القوات المسلحه. الحقيقه احنا فوجئنا طبعا وقت الحرب، كان في حاجات كلام كتير عن حرب 67 وناس شككت في القوات المسلحه وقتها. انما هم طبعا اتظلمت القوات المسلحه لان دفعوا قوات الاحتياط في الاول، كانت دي حاجه معروفه. نعم. الحقيقه كان الترتيب، دقه الاداء ودقه التخطيط ودقه الترتيب في الفتره اللي قعدناها من اول يوم دخلنا. التوجيه المعنوي استقبل الناس كلها. كان معانا ناس واخده دكتوراه ولسه جايه من الخارج، فاكر الدكتور ابراهيم مجاهد والدكتور احمد شاهر، ويعني مجموعه الحقيقه كبيره. كنت انا يمكن اصغر واحد سن، لسه متخرج، عندي 21 سنه ونص يمكن. وابتدوا يكلمونا عن ظروف الحرب، بنفكر في ايه قدام، احنا داخلين ليه. بدايه كويسه جدا. وابتدينا التدريبات الجاده الحاده بناس متميزه جدا، حتى صف الضباط. انا فاكر شاويش الملاح ده كان حاجه جامع السريه الخامسه. طبعا بعد ما نخلص اليوم، بعد تحيه العلم اخر النهار بينزل العلم، ثابت السريه الخامسه طابور رياضه جامد لنا، اترفعت اللياقه بتاعتنا جدا جدا. وبعدين كل المؤهلات العليا بتعليمات من القياده ياخدوا فرق على طول. احنا خدنا فرقه نسف وتدمير والغام، وبعدين خدنا فرقه توجيه معنوي، وخدنا فرقه امن، خدنا فرقه ثقه. الحقيقه مجموعه فرق جامده جدا. وبعدين رقونا كلنا. لما العساكر المؤهلات العليا برضه كان ليهم وضع جوه، عملوا تاثير الحقيقه كلهم طبعا. فرقونا شوشيه مره واحده، عشان نبقى صف ضباط يعني. اوكي. بعد فتره المهندسين نقوا المهندسين، دخلنا ضباط احتياط على الدفعه 26، كنت انا منهم. الكلام ده احنا بنتكلم من اول ما دخلنا في نوفمبر 67 حتى يونيو 73. كل دي التدريبات ورفع المستوى ده. والحقيقه الواحد احس بمدى الجديه وقوه القوات المسلحه وقوه ضباطنا وصف ضباطنا في الاعداد الجيد المتميز الحقيقه يعني. نعم. وفوجئنا ان احنا راح مطلعيننا
في يونيو او يوليو يوليو 73. الله، اول مره واحد يطلع القوات المسلحه زعلان. يعني زعلانين بعد الاعداد ده كله، يعني مش هنحارب، واخدين بالنا من الحكايه. طبعا كان جزء من الخطه التمويهيه الخدعه ان خرجوا دفعه. خرجوا دفعه يعني عمره ما يحارب. خلاص يعني خلصنا المده بتاعتنا، مش هنحارب بعد التدريب ده كله. والواحد كان زعلان جدا صدقني، يعني كانت فتره جميله جدا جدا. ال6 سنين ونص اللي عدناهم، ال6 سنين دول قبلنا. طبعا قامت الحرب في اكتوبر 73. بعد يومين لقيت تلغراف على طول جاي لي: سلم نفسك الى وحدتك فورا. وطبعا كنت فرحان، والله كنت فرحان جدا. كنت فاكر راجع من عند حماتي، كانت بنتي ميز لسه صغيره، شايلينها عندها 4 شهور، وزوجتي معايا، والبواب سلمني التلغراف. قلت لها هنزل الليله، قلت لها هنزل بالليل. كنت فرحان جدا لان لما قامت الحرب بقيت زعلان ان احنا، طب احنا دورنا فين؟ طبعا كان في تنظيم، الاحتياط يجي بعد يومين من الحرب. والحمد لله يعني رحنا وكنا في القوات اللي هي القوات الثانيه الاحتياط، ولغايه ما يكلفونا بحاجه. انا كنت مهندسين عسكريين القوات البحريه. كان قاعده الادبيه للاسف احتلت بعد مقاومه كبيره، فكلفت بمأموريه مهمه جدا، وانا اختاروني ولازم اول احتياط رأفت عبد العظيم. تعالى القائد بتاعي الله يرحمه العميد عبد العزيز رياض وقتها، ومع في هيئه العمليات قالوا لي معاك مجموعه اختارها انت، المجموعه بتاعتك هتفتحوا الثغره في قوه صاعقه هتقابلك هناك جنب قاعده الادبيه، ورسموا لي الخريطه هتتنقل. وكان معانا عربيتين كبار نقل ناخد فيهم معدات، عربيتين اساسا كانوا ملكي ومحطين عليهم نمر جيش، السواقين بتاعهم ناس كبيره وناس محترمه جدا، كله فرحان. يعني كان وقت جميل، الوقت قوي جميل جدا بصراحه، من يعني احلى وقت فتره الواحد قضاها في حياته القوات المسلحه. الحقيقه رحنا هناك قابلنا، فاكر اسمه كويس جدا، حاجه عقيد اسمه هلوده. ايه الجمال وايه القوه وايه الشخصيه وايه العلم ده اللي عنده. وراجل قابلني وانا لازم اول صغير: انتوا هتعملوا ايه؟ احنا عايزين نفتح ثغره عشان في اي وقت هيجي لنا تعليمات ان احنا نحرر قاعده الادبيه. كان في الحفر البرميليه، الحفره دي اللي هو بينزل فيها العساكر مع الخوذه عشان يحتمي فيها. فانا الحقيقه فكرت قلت الله، طب ما احنا الميه الجوفيه مفيش ميه جوفيه، الارض صلبه، فقلت لا طب هنعمل خندق طنل، واحنا عندنا التغطيات الحديد الموجوده والحاجات دي كلها. فقلت له انا بفكر صغير، عندي كان ساعتها 25 26 سنه، انما الواحد الحرب خليتك تفكر. فقال لي طب ازاي؟ طب المعدات والحاجات دي، طب احنا جنب مننا هنا في كتيبه مهندسين، تعرف مين ماسكها؟ رحت سالت لقيت المرحوم اللي هو نقيب عباس خميس، ده زميلي دفعتي. فقلت له يا عباس، احنا كان هو من الضباط اللي هم دخلوا الفنيه العسكريه بعد ما اتخرجنا، ظابط عامل فور رتبته اعلى يعني وماسك منصب اعلى. فقال لي لا انا اديك اساعدك ببريمه بطريقه معينه نحفر من غير ما تعمل صوت. طبعا احنا كنا في وقت برضه داخلين على نص الشهر العربي، يعني 10 من رمضان، كنا ساعتها يعني المأموريه كانت يوم 13 14 رمضان، داخلين في قمر، احنا بنشتغل بالليل. والحقيقه عملنا انجاز كويس جدا، الفكره جميله قوي قوي لغايه ما قربنا نوصل، فجاء وقف اطلاق النار. انا كان قدام مني وقف اطلاق النار مدين ساعه معينه، انا قدام مني 4 ساعات عمل بعد مني عشان اوصل للنقطه اللي انا عايز اوصل لها. فالحقيقه طلعت العقيده، قلت له انا ما اقدرش، لازم اكمل. الولاد اللي معايا رجاله جدا، عندهم حماس رهيب، واحنا تحت الارض وبنسيب كل فتره جزء عشان التهويه ومغطين، يعني فكره طرقت للواحد، شغل علمي، شغل زي اي واحد. يعني ناس كتيره قطعا في حتت كتير عملت كلام احسن من ده. فقال لي انت عايز؟ قلت له يا فندم انا ما سمعتش الاوامر، انا تحت الحفره وتحت الطانل وانا لازم اكمل، مش معقول اوصل مرتين. يعني قال لي انا دي ممكن تعمل ازمه سياسيه. قلت له حد داري بينا مش عارف. الحقيقه كملنا. كملنا وخلصنا. عملت بقى مصيبه اكبر، يعني ايه، اللي خلصنا قبل ميعادنا طبعا بيومين، المفروض نرجع الوحده بتاعتنا. فالولاد عاملين مجهود كبير وناس معانا، قالوا لي احنا بقالنا 3 شهور ما نزلناش اجازه. مستلمين سلاح، مستلمين كل حاجه. قلت لهم ازاي؟ ده احنا في حرب، طب نعمل ايه؟ قالوا احنا راجعين كل واحد. قلت له ازاي؟ طب كل واحد معاه سلاح، اللي من الصعيد وهنا وهنا، وانا قائد المجموعه يعني، وصعبوا عليا، وبعدين الواحد برضه واخدها برجوله. فقلت له يا استاذ عقيد هلوده، قال لي شوف انا هبعت الاشاره بتاعتي في ميعادك،
انت تصرف، بس دي ممكن لو واحد منه راح سلاح ولا خزنه ولا واحد ما جاش هتتحكم فيه عسكريا. صحيح. وانت في وقت حرب. قلت له الناس دي رجاله وقفت معايا، قال لي اتصرف انت بمعرفتك. فقلت لهم يا جماعه انا هتحمل موضوع، نتقابل. كان مدخل اسكندريه في شركه البيبسي كولا. أيوة. احنا بنرجع فقلت لهم قدام البيبسي كولا بعد بكره الساعه 7 الصبح، ما حدش يجي بقى حلق دقن تيجوا مبهدلين. الحقيقه يعني انا بقولها يمكن لاول مره. واتصرفت من عندي، والناس كانوا رجاله كلهم جم في ميعادهم رجاله، ودخلنا الوحده وشكرونا، كان في شكر من هيئه العمليات. بس ايه اتشديت شويه، قالوا لي انت ايه ما كنتش يعني انت كملت، ودي كانت ممكن تعمل ازمه سياسيه بعد وقت اطلاق، انما احنا مقدرين الكلام اللي انت الوطنيه. ما يعني قلت لهم انا انا يعني برضو السن كان صغير، الواحد مش مقدر، انما الوطنيه. ودي كانت كل الناس كانت هي دي روحها، دي الروح اللي اتعلمناها من الفتره بتاع القوات المسلحه. صحيح. اللي ما زالت في الواحد اللي انا عايش بيها. يعني انا بقول انا قعدت في مثلا في ابتدائي 4 سنين، في الاعدادي 4 سنين، في الثانوي 3 سنين، في الجامعه 5 سنين. في القوات المسلحه ال6 سنين ونص دول اللي معيشيني موقفين على رجلي لغايه دلوقتي. صحيح. بالفرق اللي خدناها. صحيح. بالقوه باللي حصل. بعديها الحقيقه على طول خدنا مأموريه ان احنا نمر على ساحل البحر الاحمر كله لاول مره. اشوف هذا الكلام من مجمل التخصصات، مجموعه التخصصات، من اول قاعده برنيس من تحت حتى السويس. لاول مره نشوف بعربيات لوري كبيره جميع تخصصات الضباط وكله، نشوف هذه المناطق الجميله من مصر. حسينا بمصر فين، مصر كانت فين الكلام ده كله. كل المنطقه دي في منتهى الجمال، اللي هي كانت فيها اليهود. دي كانت فيها اليهود. المنطقه من الناحيه الثانيه. مشينا في المنطقه دي كلها عشان يعني نشوف اللي كل واحد في تخصصه يقول محتاجه ايه للدفاعات بعد كده والكلام ده كله. كانت برضو من ضمن الحاجات. وخرجنا من القوات المسلحه، وما زالت هذه الذكريات الجميله جدا 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 اللي احنا عايشين عليها واللي نقدرها. وتحيه لشهدائنا مره ثانيه. وتحيه لقواتنا المسلحه طبعا. العظيمه. قواتنا المسلحه طبعا. عشان نفصل الحاله الجميله دي هنخلي محمد يقول لنا مره ثانيه الاغنيه بقى نتفرج عليها محمد بسم الله، عشان اخش في مود اخر، مود النادي الاسماعيلي. انا بس عايز اكمل لك حته، اكمل لك حته مهمه جدا. ان انا فوجئت بدعوه جايه لي من جامعه هارفارد، اكبر جامعه في امريكا. طبعا. من نادي اعضاء كتدريس، ابقى متحدث سنه 99. كنا احنا شغالين في مشروع مهم جدا اسمه وادي تكنولوجيا في سينا، سايناي تكنولوجي فالي، المصمم بتاعه في نفس المكان اللي فيه معركه الدبابات. اوكي. فكان مهم جدا ان انا يمكن في صوره موجوده ان يدعوني في اللقاء ده. وكنت وقتها كنت اظن عضو في اتحاد الكوره، وحتى قدموني ان انا من ضمن الاعمال العامه ان انا عضو في اتحاد الكوره ومصمم هذا المشروع. وحاربت في حرب اكتوبر. الصوره دي يا دكتور؟ الصوره دي وانا ده هنا في جامعه هارفارد بالظبط، في الدعوه بتاعتها. جميل. والحقيقه كانت التساؤلات كتيره جدا، وكانت الناس يعني شايفه ان الشخص ده عجوبه لايه، ده مين اللي حارب اكتوبر وعمل الكلام ده. وكانت حاجه مشرفه ليا ولمصر بالكلمه اللي قلتها والاسئله والمشروع اللي عرضناه. وحتى سالوني يمكن واحده استاذه في العلم الاجتماع قالت لي ازاي المجتمع اللي في سينا اللي هناك هاوز بدوين البدويين هيشتغلوا بالتكنولوجي في المكان ده. وكانوا قايلين، قلت لها طبعا انت منين؟ قالت لي انا من فلسطين. قلت لها يو ار فروم اسرائيل. كانت من اسرائيل فعلا. قلت لها لا، بدوين السكند جنريشن والثيرد جنريشن، الاجيال اللي جايه بعد كده زي ما اجيالنا احنا كانت اصلها فلاحين وطلعوا مهندسين ودكاتره. وكانت لقاء كويس جدا جدا جدا، 4 ساعات. ودعوني لقاء تاني مع البوست جراديوت اللي هم بيعملوا الدكتوراه والماجستير عن التكنولوجيا عن مصر. ويعني الحقيقه يعني كانت حرب اكتوبر مسمعه، المصريين كانوا مسمعين طبعا. وما زالت هذه الذكريات الجميله اللي لازم نستعيدها تاني الحقيقه. لازم بروح اكتوبر. يلا سمعنا كده يا محمد.